الله يا الله، الله يا من وهبت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عند اغتسال الإدراك هل ممكن التسمية بالرحمن؟ يعني من يشطف من الإدراك ممكن يسمي؟ نعم، بل مستحب إنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر الوارد المستحب الموجود اللي ناقل أيضا في الباقيات الصالحات. الشيخ عباس القومي في مفاتيح الجنان بإمكان الإنسان يرجع ويستفاد من العلم. سؤالي يقول: ما المقصود بالقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار؟ سؤال ثاني: ما هو رأي السيد الخوئي في رضاعة الزوجة شرب حليبها وشرب حليبها؟ بالنسبة للقاعدة الفقهية طويل، أنا مختصر وجاوب على هذا الموضوع. القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه القاعدة إن شاء الله فيها فوائد جدا، هي من القواعد الحاكمة عند الفقهاء، من القواعد الحاكمة اليمنية. يعني شنو يعني بها؟ من الله سبحانه وتعالى على عباده، معناتها كل حكم ضرري منفي في الإسلام. كل حكم ضرري منفي في الإسلام. ليش؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمنها على هذا الأساس هذه القاعدة حكمت على كثير من الأحكام، دخلت في المعاملات، دخلت حتى في العبادات. فصارت هذه القاعدة قاعدة حاكمة على كثير من الأمور. منشأ هذه القاعدة في قضية لسمرة بن جندب، كان له عنده نخلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. كان عنده نخلة في بيت من بيوت الأنصار، أنا أتخطر من بيوت الأنصار، البيت لشخص والنخلة لهذا الإنسان سمرة. فكان هذا كل ما يجي يضر الباب بدون ما يستأذن يدخل يصعد على النخلة ويأخذ تمر مالته. هذا الرجل اشتكى سمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أنا عندي حرمة، عندي زوجة، عندي أولاد، عندي عائلة، عندي راحة، ظهيرة، عشاء، كذا، ثيابي، كل هذه حالاتي. هذا يضر الباب ويدخل هكذا بدون استئذان، عقبال عندي نخوة جيت آخذها. فأمر بقلع هذه النخلة وقال هذه الكلمة التي أسست عليها قواعد، يعني فروع كثيرة على هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. السيد الخوئي بالنسبة له إذا كان رجل يريد يشرب حليب من ثدي زوجته، إذا كان عن طريق التعامل المتعارف بين الزوج والزوجة
المظالم عبارة يريد من عند الفقهاء اكو حقوق مترتبة على الإنسان به، وهذه الحقوق عندك فرض كانت مثل أنا رحت بالسوق روح السوق فسويت بصل طماطم خيار، البقال اعطيته مثلا $100 $50 رجع لي زايد، ما انتبهت للزايد لما رجعت البيت تبيتي انا مسافر مو من هذه رجعت البيت صار وقت السفر مالتي سافرت رحت وين الوطن هذا مثل تقليدي تبيتي رحت الوطن لا اعرف بقال لا عندي شغل بهالمدينه لا اقدر ارجع لا كذا لا ظلت هاي اذا ما تقدر توصل اذا ما تقدر تعرف تطلعها بعنوان وجود المظالم. هاي احد فروع الفرع الثاني لا شخص انا مشيت للمعامله واعرف هذا الشخص اعرفه فيه لكن راح مات فيه مات اريد حاليا حالا وياه مات لا اعرف ورثته لا كذا لا الى اخره وهاي نطلع بعنوان ردود المظالم. هذا المقصود به العنوان ينص عليها ما ذلك من الموارد تسمى تردي المظالم. يقول اوصاف الناس في نعم الاول والثاني والثالث سادة النواصب. الاول والثاني والثالث الوارد في زيارة عاشوراء المروية عن الصادق والباقر سلام الله تعالى عليهما هم سادة النواصب شيوخ النواصب داخلين بالقطع واليقين والدليل والبرهان. وهذا يحتاج الى كلام بهذا الموضوع. يقول بسم الله تعالى السلام عليكم ما هو الظلم وكيف ينطبق على الانسان بانه انسان ظالم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه عكس العدالة. يقول وضع الشيء في موضعه به يقال التراب الذي يؤخذ عبثا هكذا يقول تراب ظلوم به ظلم. هذا التراب كان من حيث يؤخذ فيه ويصرف في مكان يستفاد منه عند هكذا تطلق العرب هذه اللفظة. وضع الشيء في غير موضعه يعد ظلما. وأقبح أنواع الظلم ظلم النفس بالتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. وأفضل أنواع العدالة تهذيب النفس. فهذا الظلم إذا تحقق به الإنسان مرة يكون يظلم غيره، يعني ذاك يكون ضعيف أنا أسلب من عنده حقه بغير استحقاق آخذ من عنده شيء وهو هذا الشيء ما يحق لي أنا آخذه. هذا يعد ظلم. لكن في الروايات الشريفة الواردة هذا ظلم قبيح جدا. طبعا أنا أوضح لك الفقرة الظلم لم يحرمه الشارع المقدس لأنه من المستغلات العقلية بقبحها الكذب والظلم فيه قبيح عقلا. فكل ما كان هو قبيح عقلا حرم شرعا بالدليل والبرهان عند العقلية وجمهور كثير من المسلمين خلافا للقول عند الأشاعرة. المهم هذا الظلم قبيح يجب الإنسان يتنزه من عنده. وأقبح أنواع مثل ما عرفت خطبتكم ظلم النفس بالذنوب والمعاصي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والدتي امرأة كبيرة ولم تعرف الوقت فاستيقظت البارحة وشربت ماء فبعد ذلك تبين لها أنها شربت الماء بعد صلاة الصبح يعني بعد طلوع الفجر القصير. فما هو حكم صيامها؟ وشكرا لكم الله يشكرك ويوفقك. ماكو هو حكم خاص للكبير خلص المعلومة ماكو حكم خاص للصغير. الأحكام مشرعة من الطفلة اللي عمرها 9 سنوات هلالية أكملت إلى الأمرأة التي عمرها 200 سنة حكمكم واحد. نعم لو كانت خلفة هذه
هذه المرأة لها حكم آخر. أما زالت واعية ومدركة يجب عليها أن تتعلم الأحكام. يعني شفت هاي عبارة واحد، امرأة كبيرة والدتي امرأة كبيرة بيسقط عنها التكليف. امرأة كبيرة والدة رجل كبير بيسقط عنه التعلم على الصغير والكبير. اطلبوا العلم من الندمة للبحث. فإذا ماكو صغير وماكو كبير يجب. المهم أنا أجاوب على مسألتك. الفقهاء يقولون إذا الشخص ما راعى على راسه من الشباك يفتح الباب يتنوع السماء ويشوف الفجر طار لو ما طالع لو ما طالع تبدي. إذا يعرف الفجر راعى أو كان التقويم والمقوم حجة ويورث الاطمئنان نوع للتقويم مباح، أو كان يوجد أذان للمؤمن العارف. أذان المخالف لا يعتبر حجة. للمؤمن العارف الثقة آنذاك هذا يكون إذن تسمى من باب المراعاة. فلو الإنسان ما راعى وما عنده حجة على دخول الفجر، هذا الإنسان شنو؟ صيام باطل، لكن يجب عليه القضاء، ما يجب عليه القضاء. أما لو إنه راعى وأكو حجة موجودة على طلوع الفجر فأكل أو شرب، هذا الإنسان عليه القضاء والكفارة. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم العمل في يوم العيد ويوم العاشر المحرم؟ أولا. ثانيا، هل يجوز مشاهدة عروض السحر الحقيقي؟ وهل يجوز مشاهدة عروض الألعاب الخفة والخداع؟ وشكرا. العمل فيما هو عمل بحد ذاته محرم. يعني أنا يوم العيد أي عيد، سواء كان عيد الله الأكبر يوم الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين، أو هذه الأعياد أعياد المسلمين الفطر والأضحى، أو كان لا مثل ما قلت يوم العاشر يوم استشهاد سيد الشهداء صلوات الله عليه. العمل في حد ذاته ماكو به إشكال. الإشكال يأتي منه إذا عد هتكه. يعني أنا شيعي، احنا سوينا هذا طبقناه طلبنا من الجاي اليوم شهادة أمير المؤمنين من العام ما شاء الله هالسنة نمشي بها، لأنه أنا شيعي بيوم شهادة أمير المؤمنين أو يوم شهادة سيد الشهداء صلوات الله راح أركب عمل أداء أشتغل. وأنا شلون أصدق أو أوضح مظاهر التشيع والموالاة لأئمة المعصومين إظهار الحزن عليهم. وإذا أنا أعمل على مود أكسب مالي وما أغيب، ما أطلب إجازة، أغيب يعني عندي هذا الأمر أهم من الدواء. ضيتني إجازة فما ضيتني إجازة، ما أغيب. إذا هذا مو مظهر من المظاهر. هذا الإنسان كيف يقدر يدعي نفسه موالي بحيث مثل يوم الحزن ما يظهر الحزن على السادة المعصومين سلام الله عليهم. أما المعاملات ذلك نعم، الرواية الواردة عن الرضا صلوات الله عليه أنه الإنسان يحجم عن هذه المعاملات، عن الشراء، عن كذا، عن اتخاذ الأمور في البيت، لأنه يوجب البلاء لهذا الإنسان وبها مواساة أيضا للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. سؤال يسأل من أسئلة اليوم. السلام عليكم. عندي الخمس يوم 15 رمضان، دائما أقول لك شهر رمضان، ولكن سوف أسافر بعد شهر رمضان، فهل يجب علي الخمس من مال بين متزوجتين بفلوس السفرة؟ وشكرا. يوم سنة خمسيماتك يوم 15 من هذا الشهر، أنت راح تسافر بعد شهر رمضان، واضح؟ إذا المال موجود حاليا عندك ما صرفته، سأخش بحث بين الإخوان حاليا على أبواب السفر، عند نية السفر. بعدك ما مسافر والفلوس موجودة عندك 100%، هذه الفلوس أكو عليها الخمس. أكو فرض الناس مثل اللي أنا مجاوب عليها، يروح يشتري التيكت من المكتب ويدفع فول، مو يدفع يعني عرض، لا المبلغ كامل. قال المكتب
الطين 1300 شال 1300 توي مروحه ودني ودفع. تبيني؟ دفع هسه السنه الخمسيه مالته بشهر التاسع، هو يسافر يمتى؟ تبيني؟ بشهر مثلا العاشر. المال هذا التكت اكو عليه خمس باتفاق كل الفقهاء، اكو عليه خمس. ليش اكو عليه خمس؟ لان هذا المال يعد مؤنه اذا كان مسافر. يعني هذا المال يعد مؤنه اذا كان مسافر، بما انه في المستقبل سوف يكون مسافر. اذا هذا المال سوف يكون من ارباح يا سنه، من ارباح هذه السنه، مو من ارباح السنه الاتيه. يعني 1 سبتمبر 1/9 انتبهي، تنقص السنه الماليه الخمسيه عندي، تبدي من بعدها تنحسب عندي حساب جديد سنه خمسيه اخرى. انتبهي، فكل ربح يجي عندي حتى اذا المعامله كانت في السابق قبل 1/9 حصلت الربح ورا 1/9 تعد هذه الارباح من يا ارباح السنه القادمه، هاي السنه الجايه، مو ارباح السنه الماضيه الا في مال الاجاره على قول. فالتكت انا حجزت حاليا اكو عرض اخذته هسه اسافر بعدين السنه الخمسيه مالتي جت، هذا التكت يباع ويشترى عنه. اقدر انا التكت حاليا ابيعه واتصل بالمكتب اقول لهم بدلوا الاسم من فلان كل شيء. اذا هذا مال يباع ويشترى حاليا، اقدر اتنازل بطلت مالي، اقدر ابيعه بسعره بدون ما اخصم منه، واقدر ارجعه ويخصمون 10%، 5%، 1%، 70%. اذا ما زال يعتبر مال، اذا اكو عليه شنو؟ خمس. وبقالنا عندنا 10. نعم بقالنا 3 دقائق. يقول السلام عليكم، تقبل الله الطاعات ويتقبل من عندك، ما المقصود بالانسان حيوان ناطق؟ سؤال ثاني، ما هو رأي الشارع المقدس بخصوص بعض المنشدين وطريقة عملية أداء مواليد أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما أنها تشبه إلى حد كبير ما يؤديه أهل الفسق والفجور؟ الإنسان حيوان ناطق، معناته هو مشترك للحيوانية مع الحيوان، إلا أنه ناطق يعني مفكر، يعني عاقل، يعني مو معناته يتكلم. في الببغاء أيضا يتكلم، معناته مفكر، معناته مدرك، معناته شاعر، معناته عاقل. هذا مختصر. السؤال الثاني يقول حيوان بالفتح هديش الحياة، حيوان يعني حياة. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يدخل من ضمن آية أهل البيت، يدخل من ضمن آية ياخذ دار الأرض. لا حيوان بين مفكر عاقل، ناطق، بين مفكر عاقل. يعني ما المقصود بها هاي الحيوان أنه الحياة؟ لا هناك حيوان معناته انه هذا هو متفق مع الحيوان. الحيوان اكو فرق بينه وبين هذا الحيوان الذي يمشي على قوائم الاربع، انه مفكر ناطق، وهذا دليل على شرفيه الانسان. وكرمنا بني ادم الوارد في الايه المباركه يشير الى هذا المعنى. اما بخصوص الشارع المقدس انه بعض المنشدين طريقه عمليه اداء مواليد اهل البيت، اذا عد عند العرف طريقه هذا الانسان او هذه المجموعه انها مناسبه لاهل الفسق والفجور، وكان كلامه وحركاته وطوره يوجب الطرب، والطرب معناته الخفه العارضه على الروح والجسم وحتى بعض يعبر على الجوارح. اذا كان هكذا فهذا لا يجوز السماع حتى لو كان يترنم بالقران الكريم. اذا احنا ما عندنا مشكله بالكلام، الكلام ممكن يكون مقدس، لكن كيفيته اذا كانت الكيفيه ما تناسب مثل ما تقول اهل الفسق والفجور، آنذاك لا يجوز الاستماع اليه، والا فلا. وصلى الله على